أهلا بيكم في فيديو جديد. لو بتدوري ومحتارة عايزة تعملي أكلة بسيطة وبسرعة وطعمها يفتح النفس، يلا بينا نعمل مع بعض فاصوليا بيضة بالطماطم مع الرز الأبيض والدجاج البانيه المقرمش. أكلة سهلة وتشبع وتنفع للغدا مع العيلة. يلا بينا نبتدي. احنا جبنا الفاصوليا ونقيناها ونقعناها حوالي 12 ساعة، وبعد كده سلقناها، ودلوقتي إن شاء الله هنعصر الطماطم مع بعض كده. نضرب الطماطم أكلة جميلة وسهلة وسريعة ما بتاخدش وقت. خلاص الطماطم اتعصرت، نقطع بقى البصل بتاعنا. ويلا بقى حتة سمنة ونحط فيها البصل ونقلي البصل يبقى لونه أصفر فاتح كده، وننزل عليه بالطماطم غلوتين، وتحطي الفاصوليا البيضة بتاعتك مع الملح والفلفل الأسود ومكعب مرق الدجاج. وكده الفاصوليا بتاعتنا خلصت، سهلة وسريعة ومفيدة. وطبعا الفاصوليا البيضة مفيدة جدا للعظم، مع شوية رز أبيض تحفة وجميل. أهو الحمد لله خلص تمام، رز أبيض جميل. وكمان هنعمل كمان الدجاج البانيه المقرمش الحلو قوي اللي يفتح نفسنا ويفتح نفس ولادك على الغدا. هنتبل بقى الفراخ بتاعتنا، أنا مقطعاها مستطيلة شوية قطع مطولة، وهنرش عليها الملح والفلفل الأسود وشوية بهارات وشوية باربيكا وبصل بودر وتوم بودر، شوية حاجات كده تفتح النفس وتديها طعم حلو وجميل. ونخلطهم على بعض شوية زيت صغيرين قوي، وبعد كده إن شاء الله نعصهم في البيض والبقسماط ونبتدي نقلي على طول. نعصها بقى في البقسماط بتاعنا ونقلي على طول. طبعا الزيت بيغلي، نحط على طول الدجاج بتاعنا هيطلع مقرمش وجميل. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشترك وتعملي لايك عشان يوصل لك كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.